قبل ما تبدأ معانا أحداث الحلقة، ما تنسوش تصلوا على النبي وتوحدوا الله الذي لا إله إلا هو. تبدأ معانا أحداث الحلقة على عاكف وهو واقف منتظر حبيبته عشان ياخدها يوصلها بالسيارة لمحطة القطر. فبتركب معاه وتقول له: حبيبي ليه تعبت نفسك كده؟ أنا كنت هوصل بتاكسي، ليه تتعب نفسك وترجع الطريق ده كله لوحدك؟ بيقول لها: يا حبيبتي ما تعبتش علشانك انتي، هتعب علشان خاطر مين؟ بتقول له: طب ها حجزت تذكرة القطر بتاعتك عشان تيجي ورايا؟ فبيقول لها: لأ، أنا ناوي إن شاء الله إن أنا هاجي بالسيارة. بتقول له: معقولة هتاخد المسافة دي كلها بالعربية؟ بيقول لها: اه طبعا، انا هعمل كل حاجة علشان التزم بكلامي معاكي، وان شاء الله هكون اجازة العيد دي احلى اجازة في الدنيا. بعد كده بترجعنا الكاميرا مرة تانية على عاكف وهو قاعد في المكتب بتاعه عشان ناوي يبدأ اليوم الدراسي بتاعه. وبتاخدنا الكاميرا بعدها على الفصل وبنشوف الأولاد وهم قاعدين في حالة حزينة جدا، لأن طبعا زميلهم ترجول اتقتل امبارح. وبتبقى قاعدة مينا تعبانة جدا ومستاءة من صديقتها اللي كانت السبب في موت حبيبها. فبتروح تمسكها وتقول لها: انت السبب، انت السبب في كل اللي حصل ده، والله ما هسيبك. وطبعا بيبدأ باقي الأصدقاء في محاولة فض الاشتباك بينهم وبين بعض، لحد ما فجأة المدرس بتاعهم عاكف بيدخل الفصل. وأول ما بيدخل الفصل بيتوتروا جدا، لان هو طبعا يا جماعه زي ما انتوا عارفين هو حابسهم ومش راضي يرجعهم من بيوتهم. وبيبقى في ايده كيسه سودا كده بيقول لهم: انا جبت لكم معايا الفطار عشان تفطروا، بعد كده نقعد نتكلم مع بعض. وفعلا بتقوم احد الفتيات توزع الفطار عليهم وبياكلوا وبيقولوا: طب الحمد لله ان هو جاب لنا معاه الاكل. فبيقول له: يا ابني وانت ما بتفكرش غير في بطنك؟ الراجل جايب معاه لابتوب كمان، الله اعلى واعلم ايه اللي هيحصل تاني النهارده. وفعلا بيبدا حديثه معاهم ويقول لهم: يلا نبدا نكمل الدرس اللي سيبناه امبارح. وطبعا الدرس امبارح انتهى على سؤال احد زمايلكم جاوب عليه غلط امبارح، وانتوا عارفين كانت النتيجه ايه. النهارده برضو في سؤال جديد هنساله مع بعض، ويا رب تجاوبوا الإجابة الصحيحة المرة دي. وطبعا هو كده بيهددهم إن ممكن يموت حد تاني منهم. وبيبدأ يستعرض بعض الكومنتات السلبية اللي كانت موجودة في أحد المنشورات اللي تسببت في انتحار صاحبتهم راوية. فبيقول لهم: تعالوا نقرا مع بعض شوية التعليقات دي ونشوف كان مكتوب فيها إيه بالظبط. وبتطلع إحدى الفتيات تقرا الكومنتات، وطبعا بيبقى كلها كلام يحرض على ان البني ادم يكره نفسه، وانه قد ايه وحش، وانه قد ايه انسان سيء للغايه. فبيقول لها: خلاص تقدري تدخلي دلوقتي. وبيقوم مطلع التلفزيون وبيعرض عليه الفيديو اللي هم كلهم شافوه لما كانت بتفتح الدولاب وبتطلع منه برشام وبتاخده. فبيقول لهم: اكيد كلكم شفتوا الفيديو ده قبل كده، بس الحقيقه اللي لازم تعرفوها ان الفيديو ده مش حقيقي، الفيديو ده مزيف. فبيتصدموا كده ويقولوا: مزيف؟ مزيف ازاي بس يا مستر؟ بيقول لهم: زي ما بقول لكم كده، الفيديو ده مش حقيقي، والفيديو ده كلكم علقتوا عليه بلايكات، بكومنتات سلبيه، بكلام يضايق، والفيديو ده هو اللي كان السبب في انتحار راوية. فبيردوا ويقولوا: معقولة راوية انتحرت بسبب الفيديو ده؟ بيقول لهم: ايوه بالظبط، وكل ده حصل بسببكم كلكم. بس السؤال هنا اللي بيطرح نفسه اللي احنا هنسأله النهارده: مين اللي زيف الفيديو ده ومين اللي رفعه؟ فبيرد عليه احد الطلبه وبيقول له: هو اللي رفع الفيديو ده واحد قاعد معانا هنا؟ بيقول له: ايوه بالظبط، وما انا هسألكوا سؤال زي ده ليه لو ما كانش قاعد وسطنا دلوقتي؟ فبيقول له: طب حضرتك عرفت منين المعلومه دي؟ بيقول له: لان راوية بنفسها هي اللي قالت لي كده، قالت لي ان هي عارفه مين اللي عمل كده، بس انا عايزه يطلع يعترف بنفسه عشان يقول لنا الحقيقه. وفعلا بيكونوا محتارين جدا ومش عارفين مين اللي ممكن يكون السبب في جريمه بشعه زي دي. بيقول لهم: ها حد عنده اجابه السؤال ده؟ مين اللي عمل الفيديو ده؟ وطبعا محدش بيرد عليه، وهو بيبقى عارف ان مش موجود اي حد هيقدر يعترف على نفسه. فبيقول لهم: خلاص اتفقنا، بما ان محدش فيكم هيقول لي دلوقتي، انا هديكوا فرصه لحد الساعه 8 مساء. لو لحد الساعه 8 مساء حد جه واعترف وقال لي انا اللي عملت كده وواجهنا كلنا، كان بها. لو ده ما حصلش يبقى اعملوا حسابكم ان في واحد منكم هيموت النهارده زي امبارح بالظبط. وطبعا كلهم بيترعبوا وبيخافوا، لان كده الظاهر انه بينتقم منهم بطريقه غير مباشره، وبيبقوا عايزين يعرفوا مين المجرم اللي عمل كده عشان الباقي ما ينظلمش بسببه. وبعد مرور بعض الوقت بنشوف عاكف وهو بيتكلم مع الشرطة، وهم طبعا عاملين حصار قدام المدرسة وبيكلموه يحاولوا يتفاوضوا معاه ويقولوا له: طب انت ليه بتعمل كده؟ انت مدرس محترم، والطلبة اللي عندك دول لهم اهل وقلبهم موجوع بسبب اللي انت بتعمله، انت ليه بتعمل كده؟ ممكن تفهمنا؟ فبيقعد يعمل معاهم شوية ألعاب ذهنية وبيقعد يتمادى معاهم في الكلام عشان يضيع بعض الوقت ويكسب بعض الوقت، لحد ما فجأة بيسألوا المأمور: هل انت بتعمل كده عشان عايز تكون مشهور؟ فبيضحك كده ويقول له: مشهور؟ انا فعلا مشهور، افتح الانترنت وشوف، هتلاقيني واقف قدامك في كل مكان، في البيوت، في المدارس، في المصانع، في كل مكان. دلوقتي تركيا كلها بتتكلم عني وبتتكلم عن اللي انا بعمله، شهرة ايه اللي انا مستنيها من واحد اقرع زي حالاتك؟ وبيغلق الخط في وشه.
فبيقوم ماسك تليفونه وبيتحقق من موضوع ان هو منتشر في كل مكان وفي كل بيت، ده حقيقي ولا لا. وفعلا اول ما بيفتح الانترنت بيلاقي البوستات والمنشورات والتعليقات ماليه تركيا كلها، في الشوارع، في المنازل، في المصانع، في المستشفيات، في كل مكان. بعد كده بتاخدنا الكاميرا على الفصل وبنشوف الولاد وهم بيحاولوا يستخرجوا من بينهم مين المجرم اللي عمل كده. فبيقولوا يلا بقى يا جماعه اللي عمل كده يعترف ويقول لنا هو مين، ليه واحد فينا يكون مجرم والبريء فينا هو اللي يموت. يلا يا جماعه ابداوا اتكلموا. وفعلا بتحصل مشاجره كبيره جدا بينهم لان محدش فيهم راضي يعترف، وهو بيبقى قاعد في مكتبه بيراقب كل حاجه بكاميرات المراقبه، لحد ما فجاه بيلاقي الباب بتاع المكتب بتاعه بيخبط. فاول ما بيفتح الباب بيلاقي اتنين طلبه من الفصل، الولد التخين اللي كان بيسأل على الاكل والولد اللي كان متفاجئ ان المجرم الحقيقي قاعد وسطهم في الفصل. فبيقول لهم عايزكم تروحوا تقولوا لزمايلكم بدل ما بيتخانقوا مع بعض خناقات فاضيه يفكروا مين اللي عمل كده عشان ينقذوا نفسهم. وبيقوم مديهم كيستين للاكل وبيقول لهم يلا امشوا. واول ما بيمشوا بيكونوا مرعوبين جدا وبيقول له شفت اللي احنا شفناه جوه؟ بيقول له ايوه، المكان متراقب بالكاميرات وبالميكروفونات زي ما سمعنا دلوقتي، احنا لازم نروح نحصرهم دلوقتي حالا. بعد كده بنشوفه وهو خارج من المكتب وبيقفله بالمفتاح. بعد كده بتاخدنا الكاميرا على المستشفى وبنشوف زينب وهي بتفوق والدكتور بيحاول يرجعها لوعيها ويقول لها زينب، زينب اصحي. وفعلا بتستعيد وعيها. بعد كده بتنقلنا الكاميرا على عاكف وهو في الحمام بيفك بعض الصواميل، واحد الاطفال بيشوفه وبيرجع على طول عشان يتكلم مع زمايله، بيبقى عارف ان هو مش قاعد قدام الجهاز بتاع الكاميرا والميكروفونات، وبيقول لهم يا جماعه انا شاكك في حاجه مهمه قوي. فبيقول له ايه؟ بيقول لهم انا لما دخلت عليه المكتب لقيت نص السندوتش مش متاكل، انا خايف يكون الراجل ده بيضحك علينا ويكون زماننا ما ماتش امبارح ولا حاجه ويكون خده ومحتجزه في مكان ما عشان يخوفنا. فبيقولوا لبعض معقوله هو يعمل كده؟ فبيرد عليهم احد الاصدقاء ويقول لهم لا ده مجنون، والمجانين يطلع منهم اي حاجه، انا صدق انه ممكن يكون قتله، اوعوا تفكروا في كده. بعد كده بتيجي مينا وتقول لهم لا ممكن يكون ما قتلوش فعلا، انا عايز اصدق ان هو ما قتلوش وان هو لسه عايش. وبكده بتكون انتهت معانا احداث الحلقه. يا رب الحلقه تكون عجبتكم واستنوا مني كل جديد ان شاء الله كل يوم في نفس الميعاد باذن الله، يطلع عاكف ما قتلوش ولا حاجه وتنكشف الحقيقه والاولاد يرجعوا تاني لاهلهم